تاكل فين سمك؟ في مرسى مطروح. احنا النهارده موجودين عند اسماك مجدي للمأكولات البحريه. يلا بينا نشوف مع بعض طلبنا ايه من عنده. نبدا بقى بشوربه سي فود. شوربه سي فود عندهم الحجم بتاعها كويس، جمبري فيها كتير، سبيط، جمبري، كابوريا، لا حجمها كويس. يلا بقى نجرب مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. الشوربه طعمها حلو قوي، الدسم بتاعها حلو، الجمبري حلو والسوا بتاعه حلو مش بيقرش. خش بقى على الجمبري المقلي. الجمبري بتاعهم شكله كده بلدي. في ناس بتاكل الجمبري بالراس والديل، لا انا مش من المدرسه دي بصراحه، بحب افصصه. طعمها حلو قوي والتتبيله اللي فيها حلوه. الجمبري طعمه حلو، مش بايت مش متلج، الجمبري عنده طازه حلو قوي. ده طاجن سمك وجمبري تحفه. ناخد كده لقمه عيش، ناخد حته سمك. ده سمك دراج مشوي زيت وليمون، حاجه كده من بتاعه مطروح وبس. بسم الله. طعمه حلو، جربوه كده بالطحينه. حلو سمك الدراج دوت، مدي اكنه عامل زي التونه شويه، بس طعمه حلو قوي. يلا نشوف اللي بعده. ده بقى سمك موسى، بصراحه انا اول مره اجربه. يلا نشوف مع بعض بقى. ناخد حته عيش. انا من مدرسه بقى اكل السمك بالعيش، بس طعمه مش غير بالعيش، طعمه حلو قوي ممتاز. انا اول مره اجربه. جربه بقى بالطحينه. سمك طعمه حلو، باين قوي اللي هو طازه مش مفتل، السوا بتاعه مظبوط، صراحه 10 10. ده بقى طاجن مكرونه بالجمبري. يلا نشوف مع بعض. شكله تحفه، انا من عشاق المكرونه بالجمبري بصراحه. الله طعمه حلو قوي ممتاز بصراحه. خش بقى على السبيط وحلاوه السبيط. السبيط طعمه تحفه وبلدي ما بيقرش، حاجه كده ما بنشوفهاش غير في مرسى مطروح. حلو قوي التتبيله بتاعته ممتازه 10 على 10. ده بقى رز بالجمبري والسبيط وعليه طبقه موتزاريلا. ناخد كده بقى ايه، ناخد معلقه. طعمه حلو قوي، رز مستوي والجمبري مفيهوش اي تعليق صراحه. الجمبري عنده هنا في حته ثانيه، طعمه حلو قوي، حاجه كده مختلف. حجم الجمبري في الرز حلو. خش بقى على السمك البربوني. السمكيه نظيفه جدا من جوه وبتلمع. خدها في لقمه كده. بسم الله. طعم السمك البربوني حلو قوي ممتاز 10 على 10 تحفه. ايه ده، السمكه دايبه على الاخر، ما فيهاش اي كومنت. مش اي حد بيعمل السمك البربوني ده، ممتاز حلو قوي وتتبيلته حلوه. ده طاجن جمبري بالبشاميل. نروح عاملين ايه بقى، واخدين لقمه عيش ونروح عاملين كده. قول بسم الله. خلطه البشاميل اللي عندهم حلوه قوي مع الموتزاريلا، واخدها في حته ثانيه. والجمبري 10 على 10 بصراحه، انضف جمبري كلته في حياتي كان هنا، طعمه حلو قوي ومظبوط على الاخر. يلا بينا نشوف اللي بعده. جرب بقى الجندوفلي لو عشاق الازازه. التتبيله عندهم هنا مميزه، التوابل اللي عندهم فيها حاجه، واخد السمك في حته ثانيه. بصراحه الجندوفلي ده طعمه حلو ونضيف، ما فيهوش اي رمل من الرمل اللي بيبقى جواه، طعمه حلو. يلا اللي بعده. خش بقى الكابوريا. الكابوريا من الاكلات اللي مش كل الناس بتحبها بصراحه، عشان ما بيعرفوش يقشروها مش اكتر. خش كده بص معايا، بص معايا اللحمه الابيض. يلا نجرب مع بعض بقى الكابوريا. بسم الله. ايه ده، دي قشطه، دي قشطه مش كابوريا. تعب السمك بيدوب في البق، طعمه حلو قوي. دي كانت نهاية تجربتنا في مطعم مجدي واخواته. اعمل لايك ومتابعة وانتظرونا في فيديوهات تانية كتير.